السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب ام يحيى، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب ان شاء الله النهارده الجمعة ربنا يجعلها جمعة كده يا رب مباركة عليكم وعلى اولادكم وعلى بيوتكم حبايبي. قلت بقى كده انزل ايه قبل الصلاة، اروح اعرف ايه اسعار الفراخ ايه. هنشوف اسعار الفراخ النهارده عاملة ايه، غالية رخيصة سعرها كويس. ونشوف كده الدنيا فيها ايه وهقول لكم. تعالوا كده بقى بينا عندي بتاع الفراخ ونعرف ايه اسعار الفراخ ايه يا حبايبي. فراخ 80 والكبد والقوانص 95 والوراك بكام؟ ب 85 صح ولا ايه؟ قال ايه تاني؟ ايه والفراخ ام عين خضرا دي الفراخ ام عين خضرا دي. معلش يا بدر قول كده الاسعار تاني يا بدر، قول لي الاسعار تاني معلش. الفراخ البيضاء ب 80 والوراك ب 85 وفي العرض 3 كيلو يبقوا الكيلو واقف ب 82 في العرض، من غير العرض الكيلو ب 85. والكبد والقوانص ب 95 والبانيه ب 170 الكيلو. والفراخ النهارده رخيصه زي الفل ما شاء الله عليها، الكيلو ب 80. طب تعالى وزن الفرخه ام عين خضرا دي وزني بص يعني واحده مثلا تعمل ايه. هات المقلبظه دي ما تخليهاش شبعانه لحسن الشبعان ده بيوزن، خلي مصارينها فاضيه. لا سعرها جميل الفراخ وما شاء الله رخيص. قربنا نقاقي من كتر اكل الفراخ. حلوه قلبوزه ورجلها، بصي رجلها مقلبظه مقلبظه ازاي وجميله. وكام الاجنحه يا بدر؟ دول 4 كيلو ونص عاملين 360. الاجنحه بكام؟ الاجنحه ب 68. اجنحه ب 68 اهو يا حبايبي. جيت كده من عند بتاع الفراخ زي ما انتوا كده شفتوني وانا بصور لكم اسعار الفراخ ايه، وجبت ايه فرختين، كل فرخه 2 كيلو و100 جرام تمام. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله عملنا ايه بقى. طلعنا ايه من الفرختين، قلت له بقى ايه لا انا مش عايزاها على بعضها، قطعها لي وطلع لي منها ايه البانيه. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو ده 600 جرام بانيه وده 600 جرام بانيه، يعني بسم الله ما شاء الله ده كيلو و200 جرام بانيه، والبانيه سعره 170 جنيه. انا جبت الفرختين بكام؟ جبتهم ب 360. احسبوا بقى بصوا كيلو 200 جرام بانيه، شوفوا بقى الكيلو ب 170، شوف الكيلو 200 جرام دول هيعملوا كام تمام. ورحت بقى ايه الوراك لوحديها اهي بسم الله ما شاء الله، الطبق حوالي كيلو يعني ما شاء الله. بصوا اهو بصوا قطعتهم كده وايه بقى هلفهم بقى بالاسترتش. كل طبق ايه هشيله في التلاجة في الفريزر. طب كل ما اعمل اكل اطلع طبق تعملي عليه شويه ملوخيه شويه لوبيا شويه بسله وجنبيهم شويه رز، هتبقى ايه عملت احلى غدوه وايه ومفيش تكاليف. بصي يبقى الفراخ فيها بركه، يعني انت لو جبتي فرخه ما تجيبهاش سليمه قطعيها كده، هاتي فرختين عشان تعرفي تطلعي منهم ايه بانيه ووراك وكده. بصوا بقى الاجنحه اهي، ودي بقت ودي ايه الكبد والقوانص بتاعت الفرختين. بصوا بسم الله ما شاء الله اهي تعتبر كده وجبه اهي. طيب ودي كمان دي طبق وراك تاني اهو برضو ده اكتر من كيلو بسم الله ما شاء الله، الطبق معدي كيلو اهو. بصوا ما شاء الله ما شاء الله حاجه زي الفل. ودول ايه بقى يا حبايبي، ودول الرقبات بتاعتهم واللي هي ايه واللي هي دي ادي طبق ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله انا قلت له بقى ايه انا عايزه كل حاجه لوحديها اهو يا حبايبي. كده بقى انا ايه كنت لفتهم بقى بالاسترتش، حطهم بقى في الفريزر وايه. وبعد بقى ايه لما اجي بقى ايه خلاص هشتغل فيهم اروح بقى غسلهم ايه غسله برضو كويسه تاني بالخل والليمون والملح تمام. وبس كده يا حبيبه قلبي. بصي ما شاء الله اهو بصي دي حاجه جميله زي الفل اهو يا حبايبي. بقى انتوا ايه لما تيجوا تشتروا فراخ اشتروا فرختين يكونوا وزن الواحده 2 كيلو عشان تعرفي تطلعي منها ايه بانيه. بصوا بسم الله ما شاء الله بصوا طبق البانيه اكتر من كيلو ما شاء الله 600 جرام او 600 وحاجه كمان.
اهو. ده بقى ايه، هتطلعي كده ايه غدوه حلوه جنب شويه مكرونه، شويه رز بسمتك، شويه بطاطس محمرين، ادي ايه، ادي غدوه. بصوا بسم الله ما شاء الله زي الفل. اعملي كده علشان تعرفي ايه تظبطي ميزانيه بيتك. والوراك اهي تعملي بقى ايه ملوخيه زي ما قلت لك، بسله، لوبيا، فاصوليا، شوفي الخضار اللي انت بتحبيه وايه واطبخيه عليها. الحاجه اللي انت بتحبيها، الخضار النوع اللي انت بتحبيه اطبخي ايه عليها. بصوا بسم الله ما شاء الله. وشويه وكام جناح دول عليهم شويه الكبد الوانس دول برضك ممكن تعمليهم برضو ببصله كده وايه وطماطمتين قرنين فلفل، وتعملوا جنبيهم مثلا ايه اي حاجه بقى، شويه رز، شويه مكرونه محمره. بصي هتبقى برضو احلى غدوه. ومنك ايه بسم الله ما شاء الله الفرختين عملوا معاكي كذا حاجه، وما شاء الله عليهم بسم الله ما شاء الله. تحسي ان فيهم ان فيهم بركه. وكل ده بسم الله ما شاء الله لو هتحطوهم في الفريزر وخلال الاسبوع يعني ممكن تعملي مره زي ما قلت لك، مره وراك جنبيها خضار، بانيه ومكرونه، بانيه ورز اللي انت بصي تحبيه، بانيه وبطاطس. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا ما شاء الله. انا بقى غسلتها كده. بصوا بسم الله ما شاء الله جميله ازاي. هلفها كده بالاسترتش واروح ايه حطها في الفريزر. بصوا بسم الله ما شاء الله من فرختين. بصوا طلعوا قد ايه. بصوا حاجه جميله بجد. وان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبك، وان شاء الله تشتري في اي فراخ. بصي تعملي كده زي ما انا عامله كده، قسمي الفرختين على كذا حاجه. حتى لو هتجيبي فرخه وتقسمي البانيه لوحده وتخليه يطلع لك الوراك لوحديها برضك كويس، بدل ما تسوي الفرخه كامله. تمام. ده هيوفر معاكي وهيعمل معاكي بسم الله ما شاء الله ميزانيه. بصي زي الفل. هتتعودي على كده يعني. انتي بصي اتعودي على كده. لو انتي ما بتعمليش كده لا اعملي كده، صدقيني هتحسي كده ان ايه ده انا مليت الفريزر من فرختين. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني عندي بانيه وعندي وراك وعندي اجنحه وايه ده بسم الله ما شاء الله. لا حاجه جميله بجد. جربيها الطريقه دي وان شاء الله هتعجبك. لو عجبك بقى الفيديو تعملي ايه، تعملي اللايك الجميل ده بتاع ام يحيى، وتعملي الاشتراك في القناه علشان تنوريني يا ست الكل. مع الف سلامه واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.